في سهل عين جالوت عام 1160 لم تكن مجرد معركة، بل كانت صرخة أمل ضد ظلام دامس. جيش المماليك بقيادة الظاهر بيبرس، الأسد الشرس الذي تحدى عظمة المغول، وقف وجها لوجه أمام جحافل هولاكو خان. سيل بشري من الخيل والحديد قادم من الشرق ليغرق العالم بظلاله. لم تكن قوة المماليك تقارن قوة المغول، لكنهم كانوا مدفوعين بإرادة لا تقهر، بروح دفاعية عن الوطن والحضارة الإسلامية. بمهارة تكتيكية فائقة استغل بيبرس تضاريس الأرض، وحول نقطة ضعف جيشه قلة عدده إلى ميزة، محاصرا المغول في فخ محكم. سيف المماليك اشتبك مع سيف المغول، صخب المعركة خط نهاية زحف دموي. سقط جيش هولاكو وانكسرت هيبته وانقلب المد. عين جالوت لم تكن مجرد انتصار عسكري، بل كانت معركة أسطورية، علامة فارقة في تاريخ العالم، أثبتت أن الإيمان بالوطن والإرادة القوية قادران على هزيمة أقوى الجيوش.